بسم الله الرحمن الرحيم. طبختنا اليوم للعزابية فقط، للعزابية فقط. بصل، رص بصل، ثوم، مكعب ماجي، بهارات للدياي. طبعا إذا سمك بهارات سمك، نص دياية مقطعة بالطريقة هذه بالشكل هذا، طماط، العيش منقع مع ماي وشوية خل، ربع بيالة خل وربع معلقة ملح، منقع يتنقع لمدة نص ساعة. نبدأ طبختنا وياكم ببهارات. ناخذ البهارات على الدياية، ناخذ الزيت، بعدين بصل، على البصل الثوم ويا ماجي، بعدين الطماط، نحمص الحمسة لين تذوب الحمسة شوي. نضيف الحين الدياي، بعدها الدياية، نص دياية، خليها دقايق الحمسة. نحمس الدياي، بعد ما نقلب الحمسة نقصر على النار، نقصر على النار شوي ونسكر عليها لمدة ربع ساعة 15 دقيقة. بالأثناء نحضر، يكون عندنا ماي حار ساخن، نشخل ربع كوب عيش اللي منقع من نص ساعة مع الخل وملح، راح نشخله. بعد مرور الربع ساعة نقص العيش مع الحمسة، نقلب العيش مع الحمسة، يكون بالأثناء مجهزين ماي حار بالسخان. نجيب الماي الحار نقلب عليه شوي، نزيد على النار بالاثناء، نسكر عليه.
بعد مرور دقيقتين نقلب الحمصة على أعلى درجة من النار حاليا. بعدين نسكر عليها ونعطيها نار خفيفة، نخليها على نار خفيفة هادية ونخليها لمدة ربع ساعة. راح نرجع لكم إن شاء الله بعد ربع ساعة. بعد المرور ربع ساعة نطفي على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف طبختنا خلصت، وطبخة العزابية من إعداد أخونا علي حبيب. إن شاء الله تفوز على رضاكم. وهذه الوجبة السريعة